عمرك وقفت في مكان وحسيت إن في حاجة بتحصل حواليك بس مش شايفها؟ أو عدى عليك موقف وفضل في دماغك ومش لاقي له أي تفسير؟ بره الكادر مش بس هنحكي على اللي بنشوفه، هنفتح الكادر على المستخبي، اللي بنحسه وما بنعرفش نعبر عنه، على الأفكار اللي بتخوفنا ساعات والتفاصيل اللي بنهرب منها. نسأل ليه بنصدق حاجات غريبة، وليه بنخاف من حاجات ملهاش وجود، وإزاي المجتمع بيشوف الحاجات دي وإحنا شايفينها إزاي. نقرب من حكايات الناس، نقلب في حواديت يمكن محدش خد باله منها. هنعدي بين الحقيقة والخيال، بين العقل والإحساس، ونسيب لكم سؤال في الآخر يمكن يفتح كادر جديد. بره الكادر هيخليك تشوف الصورة كاملة من بره الكادر. يا مساء الخير على كل مستمعين ومحبين ومتابعين راديو الحياة اف ام. تحياتي ليكم كلكم. هكون معاكم أنا حاتم طه في أولى حلقات برنامجكم الجديد بره الكادر. بره الكادر برنامج جديد من نوعه ومثير جدا، هنحكي فيه حكايات حقيقية وخيالية، هنتكلم في حاجات بتمسنا وبتمس عقولنا وتخلينا نشوف المجتمع بيبص لها ازاي. خلينا نطلع فاصل ونرجع لأولى حلقات برنامجكم الجديد بره الكادر. الو الو الو. غريبة قوي، محدش بيرد، صوت انفاس باردة بس، رسايل فاضية بتتبعت كلها من ارقام ملهاش وجود، ارقام غريبة. الموضوع كده مش طبيعي، ومين اللي بيعمل معايا كده وعايز مني ايه؟ وايه ده؟ حاسس بهوا بارد. هو في ايه؟ ايه الاحساس الغريب اللي انا حاسه ده؟ زي ما يكون في حد معايا او جنبي، بس هو فين؟ الاحساس ده دايما بحسه مع كل تليفون او رسالة. هي ايه الحكاية؟ حاجات بقيت بحس بيها وحاجات بشوفها مش موجودة اصلا. نسيت اعرفكم بنفسي. انا دكتور عمر، عندي 50 سنة، متجوز من 20 سنة، ما عنديش اولاد. مش عارف دي نعمة ولا لعنة، بس اللي متأكد منه دلوقتي ان وجود طفل معايا دلوقتي في حياتي كان هيخلي حكايتي اسوأ بكتير. ما تيجي احكي لكم حكايتي. في البداية حياتي كانت طبيعية جدا وروتينية، الصبح في المستشفى وبالليل في العيادة. كنت عايش انا ومراتي حياة طبيعية جدا هادية، لغاية من 6 شهور اتنقلنا، رحنا لفيلا قديمة كبيرة ضلمة، تحس كده من ريحتها ومن حيطانها، تحس فيها عبق الماضي. اتقال لنا انها كانت مهجورة من اكتر من 30 سنة. في الاول كنت مش مقتنع بيها وقلقان منها، بس كنت حاسس بحاجة غريبة قوي، حاجة بتشدني اعيش فيها. مراتي قعدت تقنعني بيها، مهم اشتريتها بنص تمنها في الوقت ده، بس ما سألتش ليه، ويا ريتني سألت. المهم نقلنا، وأول ليلة مرت عادي وبخير، لغاية ما بدأت الدنيا تبقى مش تمام. تبقى مش تمام ازاي؟ خليني أقول لكم. هو ده اللي أنا شفته بالظبط. في يوم كنت قايم أشرب، وبعد ما قفلت التلاجة وبلف شفت الخيال ده قدامي، اختفى بعديها على طول. وتقدر تقول إن دي كانت البداية. بيني وبينكم اترعبت، حسيت إحساس غريب ما حسيتوش قبل كده. عارف لما تحس برعشة في جسمك، في حاجة حواليك انت حاسس بيها. مرضتش اقول حاجة لمراتي، قلت جايز تكون تهيؤات. بس تاني يوم على طول وانا راجع من العيادة بالليل وبفتح باب الفيلا، لقيت مراتي قدامي وبتصرخ، بتقول لي الحقني، في حد غريب في البيت في الفيلا. حاولت اهديها وافهم ايه اللي حصل. كانت بتعيط وبتصرخ وهي بتحكي لي. قالت لي كان في حد نايم جنبي على السرير، كنت مستنياك ونمت،
حسيت بحد بيحط ايده على جسمي. افتكرته انت. بلف ما لقيتش حد. قمت وانا بصرخ لقيتك قدامي بتفتح الباب. بيني وبينكم وهي بتحكي نفس الرعشة اللي حسيت بيها ساعة ما شفت الخيال حسيت بيها تاني. فضلت أهدي فيها وأقول لها ما تقلقيش، أكيد كنت بتحلمي. هديتها شربتها مية، بس كنت بدأت أقلق أكتر. ومن ساعتها بدأت أشوف حاجات وخيالات في كل مكان في البيت. حاجات البيت بتختفي. مراتي تسمع صوت بيخبط في المطبخ أكن حد بيعمل أكل. مفيش حد في المطبخ. صوت خطوات في الدور اللي فوق مع إننا لوحدنا. ومن ساعتها بدأت رحلة الرسائل والتليفونات الغريبة، مش عارف في إيه، لغاية ما حصلت المفاجأة. ألو. ألو. مين معايا؟ صوتك مش واضح. طب اديني العنوان. نزلت جريت على هناك. في واحدة بتستنجد بيا. معرفهاش. معرفهاش، بس في حاجة جوايا بتقولي روح، حاجة بتشدني عشان أروح. وصلت، لقيت فيلا قديمة أنوارها هادية أكنهم منورين شموع. بس الغريب وأنا داخل من باب الفيلا لقيت الباب موارب أكنهم مستنييني. أدخل ولا أرجع؟ أمال أنا جيت ليه؟ دخلت الفيلا وكنت مرعوب قلقان. كنت حاسس إن كل حاجة حواليا بتتحرك. ناديت وقلت في حد هنا؟ حسيت بهوا بارد، هوا بيوجهني أمشي إزاي، أروح فين. لغاية لما لقيت صندوق خشب صغير قديم مفتوح جوه ورق. قربت منه اتفاجئت، لقيت صورتي أنا ومراتي. صورة قديمة مكتوب عليها 1953. طب ازاي؟ أنا في 2025. ازاي؟ حسيت بحد ورايا، حسيت بنفس. لسه هلف واشوف في ايه، لقيت ايد بتنزل على كتفي جامد جدا زي ما يكون حد بيمسك حرامي. خضيت وبلف لقيته البواب. سألني انت مين يا استاذ؟ تعمل ايه هنا؟ رديت عليه وقلت له على اللي حصل وعلى التليفون والست اللي كلمتني واستنجدت بيا. رد عليا وقال لي يا دكتور مفيش حد هنا، كلهم مسافرين من 20 سنة من ساعة الست الكبيرة ما اتقتلت. اترعبت، خرجت من البيت بجري. لقيت الجنينة اتحولت لخرابة، شجر ميت، ضلمة، كراكيب في كل حتة. بلف ما لقيتش البواب اللي كان معايا. لقيت الفيلا مهجورة مضلمة، بابها مقفول. اترعبت أكتر، جريت على عربيتي ومرضتش أبص ورايا لغاية لما روحت. فضلت طول الليل صاحي وبفكر أعمل إيه. افتكرت الصورة، جريت أجيب الصورة من جيبي، لقيتها اختفت. غريبة، امال اللي أنا شفته، كل اللي أنا شفته ده كان حلم؟ مش ممكن يكون حلم. فضلت قاعد لغاية لما النهار طلع. مراتي صحيت، كلمت معاها، حكيت لها على كل حاجة حصلت معايا، واكتشفت إنه تقريبا كل حاجة كنت بحس بيها أو بشوفها كانت هي كمان بتحس بيها وبتحصل معاها زيها. قررنا احنا الاتنين إن احنا لازم نسيب الفيلا دي فورا ونروح في أي حتة تانية، نقعد في أي حتة تانية لغاية ما نعرف نبيع الفيلا دي. وفعلا عملنا كده، خدنا شقة في عمارة جديدة، مكان فيه ناس كتير عشان نبعد عن أي حاجة كانت بتحصل لنا، وإن مبقاش فيه أي شك إنها ممكن تحصل لنا تاني. لأن الشقة الجديدة كله تمام. اتعشينا، دخلنا ننام، واحنا داخلين ننام بولع النور. أنت من دعاني، عندما دخلت بيتي سأبقى خلفك إلى الأبد. عمرك وقفت في مكان وحسيت إن في حاجة بتحصل حواليك بس مش شايفها؟ أو عدى عليك موقف وفضل في دماغك ومش لاقيله أي تفسير؟ بره الكادر مش بس هنحكي على اللي بنشوفه، هنفتح الكادر على المستخبي، اللي بنحسه وما بنعرفش نعبر عنه، على الأفكار اللي بتخوفنا ساعات والتفاصيل اللي بنهرب منها. نسأل ليه بنصدق حاجات غريبة، وليه بنخاف من حاجات ملهاش وجود، وإزاي المجتمع بيشوف الحاجات دي.
احنا شايفينها ازاي. نقرب من حكايات الناس، نقلب في حواديت يمكن محدش خد باله منها، هنعدي بين الحقيقة والخيال، بين العقل والإحساس، ونسيب لكم سؤال في الآخر يمكن يفتح كادر جديد بره الكادر، هيخليك تشوف الصورة كاملة من بره الكادر.